ومشاهدينا، في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وكذا طائرة موجهة بدون طيار في طابة، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد طائرتين موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع، بالإضافة إلى سقوط الأخرى في طابة. وجاري قيام القوات الجوية وكذا قوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.